بتصحى الساعة 6:53 دقيقة قبل المنبه ما يرن ب7 دقايق. جسمك عارف ان هو لازم يصحى، بقاله سنين وهو بيعمل نفس الحاجة. بتصحى تجهز للشغل، تروح تشتغل، تخلص، تروح تنام، تصحى اليوم اللي بعده وتفضل في نفس الدوامة دي. ممكن بقالك 10 سنين في الشركة وكل يوم بتقول في نفسك أنا عندي شغل مستقر، مرتبي كويس، عندي أمان وظيفي، الحمد لله أنا أحسن من غيري كتير. لكن قبل ما تقوم من على السرير وأنت باصص للسقف كده بيبقى جواك إحساس أنت مش عارف تتخلص منه. أنت دلوقتي ممكن تكون بتكسب فلوس أكتر بكتير من اللي أهلك كانوا يحلموا بيها في سنك، ومع ذلك بشكل ما أنت حاسس إن أنت مش عارف تتنفس ماليا. كل شهر بتقبض وكل شهر الفلوس بتختفي وتبدأ تستنى المرتب الجديد، وبعديها القصة بتتكرر تاني. وخلال الدقايق اللي جاية أنا هوريك ليه ده مش مجرد صدفة. الموضوع مصمم بالطريقة دي وده اللي أنا بسميه فخ المرتب. خليني أحكي لك على سارة عندها 34 سنة وشغالة في شركة كبيرة بتقبض 50,000 جنيه في الشهر. على الورق ده مرتب ممتاز، سارة المفروض تكون عايشة مرتاحة، لكن سارة مش حاسة بكده خالص. أول ما المرتب بتاعها ينزل الفلوس بتاعتها بتبدأ تختفي واحدة واحدة. إيجار أو قسط الشقة 15,000 جنيه، أكل ومشتريات 7,000، قسط العربية والبنزين والتأمين 8,000، الموبايل والنت والاشتراكات 2000، كهرباء مية غاز 3000، خروجات وقهوة وطلبات دليفري في حدود ال 5000. فجأة تلاقي إن سارة صرفت 40,000 من أصل ال 50,000 جنيه مرة واحدة ويتبقى 10,000 جنيه. فسارة تقول في نفسها كويس لسه معايا 10,000 جنيه، لكن برضو الشهر لسه ما خلصش. بيطلع ظرف طارئ، العربية محتاجة تصليح، الموبايل اتكسر، عزومة، فرح، كشف دكتور، أي حاجة. بس فجأة هتلاقي برضو إن ال 10,000 جنيه دول اختفوا. وفي آخر الشهر سارة بتبص على حسابها البنكي وتقول هو أنا عملت إيه بكل الفلوس دي؟ وهنا بقى بيظهر الجزء العبقري في الموضوع. سارة مش حاسة ان هي فقيرة، هي عندها عربية، قاعدة في شقة كويسة وبتخرج مع اصحابها، بتسافر مرة ولا مرتين في السنة، بتشتري حاجات حلوة زي ما هي عايزة، وعندها وظيفة محترمة. من بره حياتها شكلها كويس، لكن في الحقيقة هي مش بتبني ثروة، هي بس بتمول نمط حياة معين. وده بيبقى اول سلاح في فخ المرتب، وهم الثراء نتيجة تقسيم الفلوس. لما ال50,000 يدخلوا حسابك مرة واحدة وبعدين يخرجوا في صورة ايجار، فواتير، اقساط وفسح واشتراكات، عقلك مش بيستوعب ان انت في الحقيقة مش بتتقدم، انت بس بتجري في مكانك. عندك مستوى معيشة لكن ما عندكش ثروة. ودلوقتي خلينا فعلا نتكلم على الحاجات اللي بتخليك محشور. الموضوع هنا بيبدأ يبقى اخطر، لان النظام كله مصمم ان انت تفضل معتمد على مرتبك بشكل مستمر. فكر فيها، من وانت صغير بيتقالك ذاكر كويس، خش جامعة كويسة واشتغل، هات شغلانة محترمة واشتغل عشان تفضل مأمن مستقبلك. فتعمل كل ده وتتخرج، ولو انت محظوظ هتلاقي شغل ب20,000 جنيه في الشهر. واول ما تقبض اول الشهر هتحس ان انت حر وتقول في نفسك اخيرا بقيت بكسب فلوس بنفسي. فتأجر شقة احسن بدل ما كنت عايش مع اهلك، تبدأ تدفع 7,000 جنيه ايجار، تجيب عربيه وتقسطها وتدفع لها 5000 جنيه برضو قسط، تبدا تخرج اكتر وتصرف اكتر وتجيب حاجات اكتر وتسافر وتعيش حياه احسن. وبعد سنتين مرتبك يزيد 30,000 جنيه، فتقول انا كده بقيت اقدر اعيش احسن، فتنقل لشقه في مكان احسن ب 10,000 بدل 7,000، وتغير عربيتك والقسط يبقى 8,000 بدل 5، وتبدا تشتري حاجات اكتر وتسافر اكتر وتصرف اكتر. وبعد كام سنه مرتبك يوصل لحد 50,000، فهتقول في نفسك انا كده دلوقتي ناجح، فتاخد شقه اغلى وعربيه اغلى واشتراكات اغلى وسفر في حتت افخم، وبقى عندك التزامات اكتر. وكل زياده في المرتب بتحسسك ان انت بقيت اكتر حريه، لكن في الحقيقه ان كل زياده ممكن تخليك مرتبط اكتر بشغلك. ليه؟ علشان انت كده ما بقيتش حر تسيب الوظيفه في اي وقت، لانك محتاج المرتب ده علشان تحافظ على نمط حياتك. انت بنيت حياه محتاجه مرتب ينزلها كل شهر عشان يصرف عليها، وده اللي بيتسمى بالكلبشات الذهبيه. يعني انت متكلبش ومش عارف تتحرك من مكانك لكن بطريقه شيك. واوحش جزء في الموضوع ان انت غالبا اللي عملت كده في نفسك، محدش اجبرك، لكن انت كل ما دخلك زاد انت اللي زودت مصاريفك معاه. احنا بنشوف النجاح في شكل ان انا اعيش في مكان احسن، اشتري عربيه اغلى واعرف اصرف اكتر، لكن مش بنشوف النجاح ان احنا عندنا اصول اكتر او استثمارات اكتر، او حتى عندي مدخرات تكفيني سنين جايه قدام. ممكن واحد يكون بيقبض 100,000 لكن برضه مزنوق نفس الزنقه بالظبط زي الشخص اللي بيقبض 20,000، لو الاولاني بيصرف 95 والتاني بيصرف 15. المرتب مش هو اللي بيحدد حريتك، اللي بيحدد حريتك الفرق بين دخلك ومصاريفك. كل ما الفرق ده كبر كل ما الحريه بتاعتك زادت، وكل ما الفرق ده ما يختفي كل ما بقيت انت محتاج تزود مرتبك اكتر. خليني احكي لك على واحد صاحبي اسمه كريم كان شغال في شركة تكنولوجيا بيقبض 80,000 جنيه في الشهر، مرتب ممتاز لكن برضه كان تعيس. كل مرة كان بيفكر يسيب فيها شغله كان بيحس بخوف شديد. ليه؟ علشان هو كان ملتزم بقسط شقة كبير وقسط عربية
وعنده اطفال في مدارس خاصه، وعنده التزامات بمبالغ ضخمه كل شهر، فهو محتاج ال 80,000 جنيه تنزل له كل شهر عشان حياته تفضل ماشيه. وفي يوم الشركه عرضت عليه ترقيه ومرتب زياده 15,000 جنيه على 80,000 اللي هو كان بياخده، بقى بيقبض 95,000 جنيه وحس بالراحه مره واحده، حس انه اخيرا اتقدم وحس ان هو مستواه بقى اعلى. لكن بعد كام شهر الايجار زاد ومصاريفه زادت، وابنه احتاج مصاريف اضافيه برضه علشان يدفعها، العربيه احتاجت تصليح، وفجاه قرر ان هو يغير عربيته، فالضغط المالي اللي عليه ما قلش، فضل زي ما هو. وده اخطر حاجه في الموضوع، انت مش بتبني ثروه مع كل زياده مع مرتبك، انت بتزود الالتزامات اللي عليك بشكل مستمر. وده السبب ان الشخص اللي بيقبض 200,000 والشخص اللي بيقبض 100,000 ممكن عندهم نفس الضغط المالي، لان النظام مش مهتم انت بتقبض كام، المهم ان مصاريفك تلحق دخلك. وطول ما انت عايش شهر بشهر او مرتب للمرتب، حتى لو بتاخد 100,000 ولا 200,000 في الشهر، هتفضل برضه محشور، مش قادر تاخد مخاطرة، ومش قادر تبدأ مشروع، مش قادر تستثمر في فكرة بتحبها، ولا قادر حتى تسيب الشغل اللي انت مش عايزه، لان كل فلوسك اصلا موعودة لحد تاني، دي صاحب الشقة اللي هتدفع له الايجار، للقسط الحاجات اللي عليك، للمصاريف بتاعة المدارس، للمصاريف او الالتزامات اللي انت فرضت نفسك عليها شهريا. وكل شخص او مؤسسة انت ملتزم تدفع ليها المصاريف بتاعتهم الشهرية، انت كده بقيت مضطر انك تفضل في الشغلانه بتاعتك. عايزك تتخيل حاجه، ان انت سبت الشغل بتاعك بكره، خلاص سبته ومشيت، مفيش مرتب الشهر الجاي، هتقدر تعيش كام شهر لوحدك؟ لو اجابتك شهر واحد ولا شهرين ولا حتى 3 شهور، انت كده لازم تبقى عارف ان انت عندك مشكله، لان انت في الحقيقه على بعد شهرين 3 من ان انت تبقى في ازمه ماليه، وده كده مش امان، انت كده في سجن مريح. فخ المرتب بيقنعك ان ده طبيعي، اشتغل اكتر، اكسب اكتر، اصرف اكتر، لكن ده مش شيء حتمي ومش قانون من قوانين الحياه، دي مجرد طريقه اتعودنا نعيش بيها. في اللحظه اللي هتدرك فيها ان مرتبك مش بالضروره يخليك غني، وان ممكن بس بيخليك دايما مشغول لدرجه ان انت مش فاضي ان انت تعمل ثروه حقيقيه، كل حاجه بتبدا تتغير لان انت اول مره تشوف الحقيقه. واما تفهم وتدرك الحقيقه دي، مش هتعرف تتجاهلها تاني، هتبدا تسال اسئله مختلفه، مش ان انا ازاي ازود مرتبي، لكن ليه الفلوس بتختفي، او مش ازاي اخد ترقيه، لكن ازاي اخلي جزء من فلوسي ده يتحول لاصول تصرف عليا قدام، او حتى مش ازاي اعيش حياه اغلى، لكن ازاي اقدر ابني لنفسي حياه تخليني عايش براحتي من غير ما اكون عبد للمرتب. وده على فكره مش معناه ان انت تسيب شغلك بكره، بالعكس، الفكره انك تبدا تفكر بشكل مختلف، لان الوعي بيغير السلوك. اول ما تفهم ان فخ المرتب ده مش قانون لازم تعيش جواه، هتقدر تبدا تفككه. اول حاجه، بطل تخلط بين الدخل والثروه. مرتب 100,000 جنيه في الشهر ده دخل، لكن لو عندك مليون جنيه مستثمرين في اصول بيولدوا دخل، هي دي الثروه. الدخل ممكن يختفي اول ما تبطل شغل، لكن الاصول هتفضل شغاله لصالحك، واحد بيديلك فلوس والتاني بيديلك حريه. تاني حاجه، اهتم بين الفرق بين الدخل ومصاريفك، مش كل ما دخلك يزيد تزود مستوى معيشتك بنفس الزياده دي. لو مرتبك زاد من 30,000 ل 40,000، مش لازم مصاريفك تزيد من 25 ل 35، خلي جزء من الزياده دي يروح لمستقبلك. تالت حاجه، وجه الفرق اللي انت حوشته ده للاصول، استثمارات، اسهم، صناديق، مشاريع، مش مهم، المهم ان انت تبدا توجههم للاصول، ويا ريت لو اصول مناسبه ليك وبتفهمها. والاهم من ده، ابني لنفسك خيارات، حاول يكون عندك صندوق طوارئ يغطي مصاريفك على الاقل 6 شهور قدام، لان اول ما يكون عندك المبلغ ده، في حاجه نفسيه بتتغير جواك، انت بقيتش مضطر تقبل باي حاجه، انت بقيت تقدر تتفاوض، تقدر تاخد مخاطره محسوبه، وتقدر تفتح مشروع، وتقدر تسيب مكان مش مناسب ليك، كل ده من غير ما تحس ان حياتك كلها تنهار. الهدف مش ان انت تفضل تكسب فلوس اكتر وبس، الهدف الحقيقي انك تبقى مستقل عن النظام اللي بيخليك محتاج دايما المرتب كل شهر، لان اللحظه اللي مش هتحتاج فيها المرتب هتبدا تعرف معنى الحريه الحقيقيه. فخ المرتب ده حقيقي، لكن مش مستحيل تهرب منه. الناس اللي عرفت تتحرر منه مش بالضروري ان هم اذكى منك، مش بالضروري ان هم برضو كانوا محظوظين اكتر منك، هم بس بقى عندهم وعي كافي باللي بيحصل، شافوا اللعبه على حقيقتها وفهموا ان الراحه مش زي الحريه، وان امتلاك حياه شكلها كويس مش بالضروره معناها ان انت غني، وان اكبر انجاز مالي ممكن تحققه مش ان انت تكسب مليون جنيه كل سنه، لكن ان انت توصل لمرحله فيها انك تقدر تختار، تقدر تشتغل ولا ما تشتغلش، تقبل او ترفض، تخاطر ولا تنتظر، وكل ده لان انت عندك اصول ومدخرات بتدي لك مساحه تتحرك ويبقى عندك الاختيار. فابدا اسال نفسك، هل انا بستخدم مرتبي عشان ابني ثروه، ولا علشان ابني حياه تخليني محتاج المرتب ده بقيه عمري؟ لان الفرق بين السؤالين دول ممكن يغير حياتك بالكامل. ولو لقيت التحليل ده مفيد وعايز تتعلم الاليات الصح علشان تعرف تبني ثروه، يبقى اعمل اشتراك في القناه. احنا هنا بنفكك الفلوس وبنشوف هي ازاي بتشتغل وازاي تقدر تتغلب عليها، وبنحاول نعمل فيديوهات كل اسبوع، وكل فيديو بيقربك خطوه واحده من الحريه الماليه الحقيقيه. شكرا على المشاهده، واشوفك في الفيديو اللي جاي.